أنا هقول رقم من واقع السجلات الداخلية المصرية وأنا مسؤول عنه، لكن طبعا مش هقول مصدره. واحنا يعني ان شاء الله مش هيفوت علينا وقت طويل قبل ما تتأكدوا من الأخبار اللي مصادرها احنا بنخفيها علشان الناس ما يتقبضش عليها في نفس اللحظة. احنا عندنا في مصر ما يقرب من 250,000 معتقل سياسي، مش 60,000 الرقم اللي بيتردد بقاله سنين ده، واللي كان صح في 2016 يمكن 17 18، لكن مش دلوقتي، مش 2025. احنا عندنا ما يقرب من 250,000 معتقل سياسي. عارف يعني ايه 250,000؟ عارف كل واحد ابوه وامه واخواته ومراته وولاده واصحابه شايفين ايه دلوقتي؟ شايفينك ازاي؟ مشاعرهم تجاهك ايه؟ تجاه الدولة وتجاه اللي بيمثلها. انت بتتكلم في 20 أو 30 مليون بني آدم تقريبا حاسين بأنه في بينهم وبين الدولة طار، لأنها جت أخدت من وسطهم حد من حبايبهم، عائل الأسرة، صديق، أخ، ابن، وهو ما عملش حاجة أكتر من أنه كتب حاجة على الفيسبوك أو شارك في مظاهرة، فاتاخد واترمى. بيبقى عندك 20 مليون بني آدم ضدك لدرجة انهم ما عندهمش استعداد يتحركوا حتى لو اتخطفت من أسرك واتشحنت في بلد تانية، لأنك لا تستحق ولأنه ما فيش فرق بينك وبين المحتل. 20 مليون أكتر من عدد شعوب في بلاد تانية، 20 مليون، والباقيين ما هماش معاك. يعني مش 20 مليون ضدك وبقية 110 معاك، الباقيين ضدك بس ما بيتعرضوش لنفس اللي 20 مليون دول بيتعرضوا له. في حد في الدنيا ممكن يكون عنده الشريحة دي في بلده، مش معارضين لكن معادين؟